وصفة النهاردة هي طاجن لحمة الراس لكن بطريقة مختلفة جدا. طعمه شهي جدا، وكمان مش هتبطلي تعمليه. وكمان لو اللحمة غالية ازاي نوفر فلوسنا ونجيب لحمة الراس ونعملها بطريقة جميلة هتخلي الأطفال والكبار يحبوها ونوفر فلوسنا. تابعوني لآخر الفيديو علشان نعرف طريقة طاجن لحمة الراس اللي هتخلينا نعشق فعلا لحمة الراس ومش هنبطل كمان نعملها. خلينا نعرف طريقة تحضيرها وازاي نسويها بطريقة جميلة جدا وايه هي المكونات علشان نعمل احلى طاجن لحمة راس. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع او نص كيلو او الكمية اللي انتي حباها في لحمة الراس هتجيبيها وتسلقيها، وكمان هتسويها سوا كامل. زي ما انتوا شايفين انا هنا سويتها سوا كامل. وكمان هجيب جنبها خضار، الخضار سهل جدا وكل مكوناته موجودة في البيت. معايا هنا حوالي بصلتين كبار، ومعايا كمان حوالي 4 أو 5 حبات من الطماطم. عندي الطماطم هنا صغيرة فأنا كترت شوية، حطيت حوالي 5 أو 6 حبات، ومعايا 4 حبات من الفلفل. دي المكونات اللي أنا محتاجاها علشان أعمل أحلى طاجن، مكونات بسيطة جدا. أنا هنا قطعتها بطريقة بسيطة، عملت البصل شرايح، وكمان الطماطم قطعتها مكعبات، وكمان الفلفل مكعبات. وهنا هبتدي أسويهم بطريقة بسيطة. أول حاجة هشوح البصل تشويحتين وهنزل عليها بالطماطم وكمان الفلفل، مفيش أسهل من كده. هنقلبهم قلبتين، أول ما كده ما يبتدوا يمتزجوا كويس جدا هبتدي أضيف التوابل علشان أتبل الخلطة دي. معايا نص معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من البهارات السبع وبهارات اللحمة، وكمان الشطة طبعا اختياري ومرقة، وكمان ممكن نضيف بابريكا علشان خاطر اللون. طبعا انا هنا اساسا لما سلقت اللحمه كنت حاطه في الشوربه بتاعه اللحمه ملح، فهي اللحمه كده مظبوط الملح بتاعها، وكمان الخلطه كمان مظبوط الملح بتاعها. وهسيبهم على النار مش اقل من 10 دقايق علشان كل الاطعمه دي تدخل كده مع بعضها، وكمان اللحمه تشرب من الخلطه الجميله دي. وهضيف هنا كوبايه من الشوربه او الميه. بعد كده هسيبهم يغلوا حوالي 10 دقايق. وبكده لحمة الراس بقت طعمها تحفة، ما تتخيلوش طعمها جميل ازاي. فعلا من بعد الطريقة دي مش هتبطلوا أبدا تعملوا لحمة الراس. كمان علشان الأسعار بقت غالية واللحمة بقت غالية، فاحنا ممكن كده نغيب ونستبدل اللحمة بلحمة الراس ونجيبها ونسويها بالطريقة دي. هنا طبعا أنا كنت محضرة طاجن ومدفية كويس جدا، كنت مشغلة النار كمان ومسخناها. هبتدي أضيف الخلطة كده وأضيف لحمة الراس في الطاجن. طبعا الأكل في الطواجن بيفتح النفس فعلا، بيخلي كده الأكل ليه طعم تاني، طعمه مختلف. ومعروف إن الصعايدة بيحبوا الطواجن جدا، فطعم الطواجن مع اللحوم عموما طعمها فعلا جميل جدا. أنا هنا زي ما انتوا شايفين اللحمة مستوية ودايبة معايا دوب، طعم اللحمة كان فعلا جميل جدا. السوا مظبوط، وكمان الخلطة عملتها كده بطريقة بسيطة، وكمان هتطلع الطعم الجميل بتاع اللحمة وبتاع الخلطة نفسها. طبعا هضيف الطواجن دي في الفرن مش أقل كده من 5 دقايق. هشغل الفرن والشواية برضو، أهم حاجة الشواية علشان تديني شكل جميل كده من فوق بعد التسوية وتحميرة حلوة كده من فوق. شايفين الطاجن طلع تحفة ازاي؟ بجد كان تحفة جميل جدا طعمه وريحته. يعني لو مش بتاكلوا لحمة الراس ولا بتحبوها فعلا هتحبوها بعد الطريقة دي. أساسا طعمها ما يفرقش حاجة عن الطعم بتاع اللحمة، لأن الخلطة والتسوية بتاعتها جميلة جدا، فعلا جميلة. أتمنى إن انتوا تجربوا الطاجن بنفس الطريقة دي، طريقة جميلة جدا هتحبوا بيها لحمة الراس. كمان الأطفال هيحبوها. وعلى فكرة لحمة الراس ما تفرقش حاجة عن أهمية اللحمة العادية، مفيدة جدا وكمان صحية جدا. وعلشان تعملي وجبة متكاملة أنا هنا حضرت رز بشعرية وكمان شوية مخلل. زي ما انتوا شايفين هبتدي أضيف الطاجن بالخلطة بتاعته تحفة مع الرز. يعني هتاكليها كده من حلاوتها، هتاكليها قبل اللحمة نفسها.
وهبتدي كده أعمل طبق جميل زي ما انتوا شايفين، وجبة متكاملة لذيذة جدا. وجبة بسيطة، يعني كيلو لحمة الراس تقريبا كده من 70 ل80 جنيه، فاحنا نوفر ونعمله. أتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم وكمان تجربوها.